ناس اف ام، ناس اف ام، ناس اف ام. مرحبا. الو. بحكي معنا المحامي خالد دوخي. مرحبا، محامي منظمة كفر العوفيد. مرحبا مرحبا لك ومرحبا لكل المستمعين. يا هلا بك. المحامي خالد، احنا بنعرف انه بهاي الفترة رح تكون في رقابة مشددة ببعض المصالح اللي فيها بيشغلوا شباب صغار. ممكن هيك تحكي لنا شوي عن الموضوع، بالذات لما احنا موجودين بفرصة الشهرين، واليوم كتير شباب تطلع وبتشتغل حتى يجمعوا شوية مصاري. هو عمليا الرقابة هي دائما مشددة بكل فرصة شهرين، لأنه بكل فرصة شهرين بيطلعوا يعني عمليا الشباب الثانوية، المدارس الثانوية بيطلعوا يعني لسوق العمل. وسوق العمل بإسرائيل كيف احنا بنعرف هو سوق، يعني بديش اقول سوق صعب وفيه كثير استغلال. فسهل انهم يستغلوا الشباب اللي بيعرفوش ولا اي شيء عن قوانين العمل، بيعرفوش يعني مصالحهم. فعشان هيك كل سنة للأسف بيكون تجديد، وكل سنة وزارة العمل بتفشل في هذا التجديد، لأنه التجديد والرقابة هي ما هي كافية. عشان هيك السنة أخذوا يعني تقولي أخذوا أكثر رقابة، بدهم يعملوا أكثر رقابة لأنه كل سنة في مخالفات كثيرة. عشان هيك السنة بدهم يشددوا أكثر عمليا عن زي ما تفضلتي وحكيتي عن المواصلات في منتصف الليل. بدهم يشددوا أكثر عن الوضع الصحي، وعن إذا الشاب اللي من المدرسة طلع معاه يعني بطاقة عمل، لأنه الشرط على أساس إنه صاحب العمل يشغل شاب أقل من سنة 18 لازم يكون مع هذا الشاب بطاقة إنه تسمح له إنه يشتغل، بل هاي البطاقة كل تشغيل بيكون غير قانوني. فعشان هيك لازم بدهم يشددوا أخذوا يعني إن يعملوا عملية تجديد ومراقبة قوية جدا على هاي الشغلة. الشيء الثاني اللي بدهم يشددوا عليه هو احترام، وهذا شيء مهم جدا، احترام قانون الحد الأدنى للأشجار. طبعا في دولة إسرائيل قانون الحد الأدنى اللي هو العام اللي هو حاليا 4100 شيكل للشهر، 22 شيكل و10 أجروت للساعة. طبعا للشباب اللي سنهن أقل من 18 سنة قانون الحد الأدنى بنقسم لقسمين، اللي الشباب من سن 17 ل 18 والشباب من سن 16 ل 17. الحد الأدنى بهاي الحالة بيكون أوطى من الحد الأدنى العام، يعني ما معدل شيكل ونص شيكلين للساعة. فإحنا بنعرف وبالذات بالوسط العربي، أنا متأسف دائما أقول إنه بالوسط العربي بيستغلوا أكثر هاي الشبيبة، بيقولوا له يا تعال يا شاب، ما أنت ما في شيء تعمله، تعال اشتري عنا، بعطيك 12 شيكل، بعطيك 13 شيكل على الساعة، منه بتاخذ شوية مصاري وبتتمصرف. هذا غير قانوني، وهذا حتى يعني عدم دفع قانون الحد الأدنى، الأجر الأدنى حسب قانون الحد الأدنى تعد مخالفة يعني عمليا جنائية حسب القانون الجنائي، يعني مخالفة اللي غرامتها حتى السجن. ما بيسجنوا حدا على هيك، بس بيطلوا غرامات عالية جدا على اللي ما بيدفع. أستاذ خالد، مرحبا. أهلا وسهلا. أستاذ خالد، كمان دور إذا يعني في شاب أو صبية اللي اشتغلوا في محل معين ودفعوا لهم أقل من الأجر الحد الأدنى، يعني بعد ما اشتغلوا وخلصوا شغل، في إمكانية هنا يعني إنه يقدموا يعني طلب، يقدموا قضية بالمحكمة؟ كيف الأمور بتمشي؟ ولا خلاص إذا هو أخذ يعني خلاص؟ بدي متأسفة تفضلي. بدي أتدخل، عن جد متأسفة بدي أتدخل بالنسبة للموضوع، لأنه في فتحوا هيك زي مركز شكاوي ضد تشغيل الشباب بشكل غير قانوني، والرقم تبعه هو 1-800-354-354. بس إذا بتقدر تطور شوي بالحديث. هذا المركز هذا مو مركز يعني من عملية المراقبة، هذا هو مركز لأنه دائما إنه بيواجهوا هاي المشاكل. هذا المركز هو في مكتب العمل،
نعم. لأنه مكتب العمل بيطلع على مخالفة قانون الحد الأدنى ومخالفة تشغيل الشباب بشكل يعني قاسي جدا. الاشي غير مقبول، الاستغلال بتاع الشباب غير مقبول، فعشان هيك في مركز خاص لإلهن. بالإضافة إلى ذلك العمال يعني الشباب بيقدروا يتوجهوا يعني مثلا لمكتب، عندنا مكتب خط العمل، فينا مكتب في الناصري، مكتب جديد اللي فتح في الناصري في العين. نعم. وبيقدروا يتوجهوا يعني عن طريق أصدقاء أو عن طريق محاميين بيعرفوهن شكاوي لمحكمة العمل، وبيتشكوا. محكمة العمل كمان بتطلع على يعني بتنظر لهي الشكوات بشكل قاسي جدا، لأنه يعني في يعني زي ما تقول في يعني إشي كونسنسوس بالدولي إنه ممنوع نستغل الشباب. يعني هذا إشي وحيد، يعني بديش أقول من الأشياء القليلة جدا اللي تقريبا في إجماع عليه إنه ممنوع نستغل الشباب. فعشان هيك كمان المحكمة بتطلع عليه بشكل قاسي، ولدرجة إنه إذا المحكمة بتقنع إنه صاحب العمل ما دفع الحد الأدنى وخالف القانون، بالذات قانون الحد الأدنى، ودفع له أقل من الحد الأدنى بتاع الأجار، فهن المحكمة بتعطي فوائد عالية جدا، اللي يعني عمليا الفائدة بتوصل 10% للأسبوع. 10% نعم، للأسبوع. اللي هي معروفة بموضوع الهلانات سخار أو أيوة، موضوع الهلانات سخار. نعم. أستاذ خالد، إحنا كتير بنشكرك على المعلومات القيمة، وفعلا يعني من نادي كل مستمعينا من شباب أو حتى من مشغلين إنه يعني حاولوا اعملوا في نطاق القانون المحدد، احترموا القانون واحترموا الشاب أو الصبية المشغلين عندكم، لأنه بالآخر إذا أنتم كمان بتكافئوهن بشكل صح، هن عطائهن لإلكم راح يكون أكتر وراح يكون سليم أكتر. شكرا كتير لك مرة أخرى أستاذ خالد. شكرا لك. شكرا.